لكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى يستفيد الجميع. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو، ولا تنسى الصلاة على النبي في كومنت. حديث يجعل القلب يرتاح، حديث يجعل من الإنسان راضيا بما قسم الله عز وجل، حديث يخلي ذلك الإنسان الذي سكنه الطمع، ذلك الإنسان الذي خاف على مستقبله، ذلك الإنسان الذي خاف على فوات رزقه، هذا الحديث يجعلك أخي الكريم ويجعلني أرتاح. يقول سيدنا النبي صلوا عليه: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، معناه أيها الإنسان لا تخف من ضيق الرزق، ولا تخاف أنك غادي تموت بالشر، وما تخافش أن غادي رزقك ينقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، وما يؤكد هذا القرآن الكريم أيضا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الله تبارك وتعالى الذي هو الذي وعدك، هو الذي قال لك: أنا من يتكفل برزقك، الأرزاق بيد الله، لا تخشى من ضيق الرزق عبدي، كما جاء في الحديث القدسي: خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، فكيف يعيني رغيف خبز أسوقه لك. سبحان الله، ترى اليوم كثير من الناس خايفة على رزقها، كثير من الناس من تمارس الحرام من أجل أن تكثر من أرزاقها وأرصدتها، ما على بالهمش بأن الله تبارك وتعالى هو اللي وزع خزائن الدنيا وخزائن السماوات والأرض بيده سبحانه جل في علاه. إذن ما دام راك حي أخي الكريم لا تخف من ضيق الرزق ولا تخف. احنا الكبار نتاوعنا اللي ما قراوش كانت عندهم عقيدة سليمة، عندهم واحد العقيدة عجيبة، ما قراوا لا في جامعات ولا حتى شيء. وش يقولوا؟ واحد الكلام نسمعوه على والدينا وأجدادنا، يقول لك: اللي شق الفم ما يضيع، اللي شق الفم، الذي خلق الفم ما يخليه جيعان سبحانه عز وجل. لهذا لما تقرأ حياة الصالحين وحياة الصحابة وحياة العارفين كيفاش كانوا يعني ما خايفيش من هذه الدنيا وما خايفيش من الأرزاق. علاش؟ لأنهم أدركوا يقينا بأن الرزق وأن الرازق هو الله جل في علاه. لهذا لما تقرأ سبحان الله العظيم حياتهم شيء عجيب، شيء عجيب. احنا اليوم راك تشوف الله عز وجل باسط علينا بالنعم، عاطينا النعم ما شاء الله، ومع هذا خايفين. حتى اللي عنده اليوم خايف، حتى اللي يملك ما يملك وخايف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالأرزاق أحباب رسول الله بيد الله. لتتأكد بأن اللي انظر لنفسك أخي الكريم، الذي جعلك في بطن أمك، دارك في بطن أمك وهيأ لك الجو المناسب وانت في بطنها باش ما تنغبنش، باش ما تموتش بالجوع. جعل لك حبلا يغذيك، وجعل لك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك. وسبحان الله لما بلغت 9 أشهر أخرجك من بطن أمك، لا لك سن تقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى. وش دار لك ربي؟ ما عندك السنين باش تاكل، ما عندك الأرجل باش تروح كاش ما تدبر على روحك، ما عندك حتى شيء. جعل لك عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان حليب بارد في الصيف وحار في الشتاء. هل يقدر على ذلك أحد؟ كاش واحد ينجم؟ إنه الله تبارك وتعالى رباك على نعمه، رباك
وهاك تشوف اليوم إنسان خرج إلى الدنيا عريانا، واليوم شوف يملك ما يملك، قصور العالية، السيارات، المناصب، ما شاء الله. هذا هو ربي، هذا هو الله. لا تخف أخي الكريم ولا تقنط أخي الكريم، لأن الرازق هو الله تبارك وتعالى. احنا في هذه الدنيا لما تقصد غير إنسان كريم، واحد إنسان لباس به وكريم عنده المال وتروح تقصده، إذا أعطاك يخلعك، فكيف إذا أعطاك ربي؟ إذا أعطاك أدهشك سبحانه جل في علاه. إذن أحباب رسول الله فليتوكل، ومن يتوكل على الله يكون هذا هو يقينك. احنا الآن نسمع المواعظ والآيات والأحاديث والأئمة يتكلموا والخطباء يتكلموا، ومع هذاك تشوف حالنا اليوم، تشوف حالنا إنسان كاره قانط مستريسي كاره من الدنيا قاع. علاش؟ خايف على الرزق. ما تخافش أخي الكريم، لن تموت نفسك. شوف إذا ربي أعطاك واحد الكوطة تديها. لهذا أحد الناس كان يمشي وطاح في بير، ما شافش واحد الحاسي هود، سقط في البئر. جاءوا الناس يتجاروا، هودوا باش يجبدوه، وجدوه ما زال حيا، صابوا عد حي معافى. أخرجوه من البئر وحطوه عند الحاسي، وجابوا له الماء يشرب ويغسلوه في وجهه. قالوا له: ودي كيف صار لك؟ كيف حتى وقعت في البئر؟ قال: والله دوك نوريكم. ابدا يوريهم كيفاش دار. عاود طاح مرة أخرى، لما سقط المرة الثانية وجدوه ميتا. تعرفوا علاش؟ كانت بقيت له واحد النصيب كاستعماه في رزقه لقي يكمل ويروح. لهذا أحباب رسول الله المولى تبارك وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي ينعم، هو الذي يعطي. فليكن توكلك على الله عظيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأله عز وجل أن يرزقنا القناعة، وأن يرزقنا السمع والطاعة، وأن يجعلنا من أولئك الذين توكلوا عليه فآواهم. لما تقرأ على النملة أعطتنا درس، نملة مع سيدنا سليمان أعطتنا درسا عجيبا. سليمان يمسك بنملة ويقول لها: شعال تأكلي في العام من حبة تاع قمح؟ قالت: في السنة عندي 2 حبات قمح. فأمسك قارورة سيدنا سليمان ووضع 2 حبات تاع قمح في القارورة، وأدخل النملة وأغلق عليها. لما كملت عام عاود خرجها، صابها كالية حبة تاع قمح وحدة. قال: يا نملة كيف؟ قلت لي بأنك تأكلي 2 حبات قمح وأنا نشوفك اللي حبة قمح واحدة. قالت: نعم. قالت: لما كنت عايشة برا كان رزقي على الله، واليوم لما أغلقت علي أصبح رزقي محدودا، خفتك تنساني يا سليمان. ربي ما ينساكش، الله تبارك وتعالى ما ينساكش، والدليل على ذلك شوف احنا وش دارين مع ربي، نبارزه بالمعاصي، بالمحرمات، بالمنكرات، وهو ينعم علينا سبحانه. نحن نعصي وهو ينعم، نحن نرتكب وهو ينعم. فلهذا لا بد أن يكون اليقين تاعنا في رب كبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يقربنا إلى حبك. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الأبطال الأشاوس لطالما تحقق هذا الحلم الذي لطالما اشتقنا إليه كاشتياق يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام. لقد تحقق هذا الحلم بفضل الله ثم بفضل جهود الرجال في هذا الوطن القادة الأبطال، وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية حفظه الله وأمد في عمره، وكل من ساهم في إنجاز هذا العمل التاريخي الهام. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداء الجزائر، اللهم ارحم شهداء الوطن، اللهم ارحم شهداء الإسلام والأمة. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم طيب ثراهم وأكرم مثواهم، وأسكنهم الفردوس الأعلى، واحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجمعهم بينهم وبين أهليهم في جنات النعيم ونحن معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم احفظ جيشنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ جيشنا ورجال أمننا، ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى.